وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. عايزك تقف لحظات عند الآية دي. هتلاقي الآية دي بتلخص حاجات كتير من اللي بتحصل معانا كل يوم. بنشوف التافه والحرامي والظالم بيكسب وبيعلى في المراكز، وبنشوف قرايبنا وصحابنا بيجي لهم رزق مش عندك، وبنشوف اللي بيراعوا ربنا وضميرهم تعبانين والدنيا بتضيق بيهم. احنا محاطين بفتن واختبارات عشان ربنا يختبر صدقك في اختيارك للطريق اللي عايز تمشي فيه. كلنا بنفتكر اننا علشان ماشيين صح ونيتنا بينا وبين نفسنا صادقه ان الطريق هيبقى سهل. لا خالص. وعايزك تفكر نفسك بالايه دي كل ما تيجي الفكره دي في بالك. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. الطريق الصح مليان اختبارات. الصدقة اللي بتطلعها وأنت مرتاح ماديا مش هي نفس الصدقة اللي بتطلع لما الدنيا بتزنق معاك. واختيارك للحاجة اللي بتطلعها لله مش هي الحاجة اللي زيادة عندك ولا الحاجة اللي مش عاجباك. لا، دي من الحاجات اللي أنت بتحبها ونفسك فيها. والنية الصادقة هي اللي مش بتستنى من وراها مكافأة دنيوية. والطريق اللي بيرضي ربنا مش شرط يكون الطريق اللي ماشي فيه كل الناس ومبسوطين بيه. ورزقك مش شرط يكون نفس الرزق اللي بيجي لغيرك. ما تفضلش تبص كتير حواليك عشان الفتنة أقرب ليك مما تتخيل. فنلتقي إن كان في الأمر الأخير. السلام عليكم ورحمة الله.